لو انت بتدور على سماعه وايرلس وجيمنج ومايكها حلو ومريحه في الاستخدام وكمان سعرها على القد وفي نفس الوقت عاوزها من براند كبير وكمان عليها ضمان محترم، فالفيديو ده فيه السماعه اللي انت عاوزها بالظبط، الا وهي اللوجيتك الجي 321. سماعه موجهه للجيمرز بشكل اساسي، يا دوبك نازله عالميا من فتره صغيره وحاليا بقت متاحه في مصر، وسعرها الرسمي في حدود تقريبا 2800 جنيه. السماعه دي انا بجربها من شهر تقريبا، والفيديو ده هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن السماعه دي بما فيها المميزات والعيوب بتاعتها. فبدون اي تاخير خلينا نبدا. والحقيقه تجربه السماعه دي بدات بحاجه غريبه، الا وهي العلبه بتاعت السماعه اللي مجرد ما تمسكها كده لاول مره هتحس ان العلبه دي فاضيه ما فيهاش حاجه، ولكن السماعه موجوده فعلا في العلبه، بس السماعه نفسها هي اللي وزنها خفيف. وكمان هتلاقي في العلبه وصله USB للشحن، وكمان الادابتر اللايت سبيد اللي بيخليك تستخدم السماعه دي بشكل وايرلس. والسماعه نفسها هتلاقيها جايه في كيس كده من القماش، يعني الله يسامحها قبل عدد الشركات كلها في موضوع الحفاظ على البيئه والكلام ده، ولكن عايز اقول لك ان السماعه هنا فعلا وزنها خفيف لدرجه ان انا وزنتها لقيتها يا دوبك فوق ال 200 جرام بحاجه بسيطه، وده يعتبر وزن ممتاز على سماعه وايرلس فيها بطاريه وفيها بورده من جوه، فده يعتبر وزن كويس جدا على سماعه بالمواصفات دي. الوزن الخفيف ده كمان ممكن يخليك تتوقع ان السماعه دي الخامات بتاعتها ضعيفه. هي اي نعم جايه بشكل كامل من البلاستيك، ولكن البلاستيك مش لو كواليتي، مش ضعيف. يعني انا ممكن افرد السماعه كده وممكن الويها كده عادي جدا، مش هبقى خايف عليها. كمان السماعه دي وقعت مني اكتر من مره، وفي كل مره كنت اقول هلاقيها بدات تزن او حصل فيها مشكله، ولكن لا، السماعه عارفه تحافظ على نفسها بشكل كبير. اما بالنسبه للتحكمات اللي موجوده في السماعه فهتلاقيها كلها على السماعه الشمال. في الاول هتلاقي لمبه البيان، تحتيها زرار الباور وتحتيها زرار البلوتوث اللي بتقدر من خلاله ان انت تبدل ما بين اتصال البلوتوث واتصال اللايت سبيد، وبتقدر من خلاله برضو ان انت تعمل بير للسماعه مع جهاز بلوتوث جديد. هتلاقي برضو ازرار تعليه وخفض الصوت اللي جايه باللون الازرق المميز، وتحتها كمان هتلاقي منفذ التايب سي اللي من خلاله بتقدر تشحن السماعه. وكمان من قدام هتلاقي المايك بتاع السماعه اللي لو عاوز تعمله ميوت فانت هتضمه جوه السماعه نفسها. وعلى الرغم من ان السماعه اللي معايا هنا لونها اسود وده ممكن يخليك تحس ان تصميمها ممل شويه، ولكن الاكسنت الازرق اللي حاطينه في ازرار الصوت وكمان الاسلاك اللي رايحه للسماعات مديها كده طابع مختلف. وعاوز اقول لك برضو ان الفابريك نفسه اللي موجود في الهيد باند وكمان اللي موجود في الاير كابس نفسه شكله مميز، وبيحسسك ان السماعه قيمتها اعلى من اللي انت دافعه فيها فعلا. وعلى ذكر الاير كابس والهيد باند، فعاوز اقول لك ان دي واحده من اريح، ان ما كانتش اريح سماعه انا جربتها فعلا حتى الان. انا عارف ان انا قلت الكلام ده على كذا سماعه قبل كده، بس الصراحه دي ليفل مختلف من الراحه، لدرجه ان انا في مره كنت بدور على السماعه وانا ناسي ان انا لابسها. فالسماعه هنا فعلا من كتر ما هي مريحه انت بتنسى انها موجوده على راسك. لو بصيت هتلاقي ان الهيد باند من فوق فيه جزء كده من السفنج الطري جدا علشان ما يضايقكش وانت بتستخدم السماعه، وكمان الاير كابس نفسها هنا جايه من القماش، والقماش ده مسامي فبالتالي مش بيعرقك، وكمان حجمها كبير جدا فودنك بتبقى حره جوه السماعه. والحجم الكبير ده كمان بيفيد في ان الضغط بتاع السماعه على راسك بيبقى متوزع على مساحه اكبر، فبالتالي بيحسسك براحه اكتر. عاوز اقول لك كمان ان الكلامبنج فورس او الطاقه اللي بتدوس بيها السماعه على راسك، الطاقه دي هي بالظبط اللي انت محتاجه، لا هي قويه زياده عن اللزوم فضغط على ودانك بشكل مبالغ فيه، ولا هي خفيفه للدرجه اللي تخليك تحس ان السماعه هتقع لو حركت راسك. فالسماعه هنا يعني متهندسه للراحه بشكل اساسي. الشيء الوحيد اللي انا ممكن الوم لوجيتك عليه في موضوع التصميم ده هو ان الاير كابس نفسها ما فيهاش طبقه سفنج بتغطي السماعه. اي نعم ده مش مؤثر اطلاقا على موضوع الراحه، ولكن لو كان موجود كان هيخلي السماعه شكلها اشيك. بس عدم وجوده خلينا نلاحظ حاجه غريبه، وهو ان السماعه دي مصنوعه في فيتنام مش في الصين، ودي حاجه انا مستغربها شويه. لو حد عارف ليه يقول لي في التعليقات. وفي مقابل مقدار الراحه الكبير اللي بتقدمه السماعه دي هيبقى عندك تضحيه في حاجه صغيره، الا وهي ان الاير كابس القماش دي عزلها للصوت مش بيبقى احسن حاجه زي الاير كابس الجلد مثلا، فبالتالي لو انت لابس السماعه وبتسمع حاجه ممكن اللي جنبك يبقى سامع بشكل بسيط انت بتسمع ايه. خلينا نخش بقى على المهم ونتكلم عن طرق التوصيل بتاعه السماعه دي. والسماعه دي ممكن توصلها على اجهزه كتير سواء كان كمبيوتر او ماك او حتى بلاي ستيشن. التوصيل ده ممكن يكون من خلال طريقتين. الطريقه الاولى بتكون
من خلال الادابتر اللايت سبيد اللي جاي مع السماعه في العلبه، والطريقه الثانيه بتكون من خلال الاتصال البلوتوث، لان السماعه هنا بتدعم بلوتوث 5.2 فممكن توصلها على اي جهاز ثاني بيدعم البلوتوث. بشكل عام الاتصال بتاع السماعه هنا كان ثابت سواء كان في اللايت سبيد او البلوتوث، بس في مره وانا بستخدم السماعه من خلال الكونفرتر اللايت سبيد لقيت السماعه عملت دروب للكونكشن ورجعت عملت كونكت مره ثاني. الموضوع ده حصل معايا مره واحده، فمش قادر اقول ان ده ممكن يكون عيب في السماعه، لانه هو لو عيب كان حصل معايا اكتر من مره خلال الشهر. وسواء كنت بتستخدم السماعه دي من خلال البلوتوث او من خلال الادابتر اللايت سبيد، فالسماعه هنا تقريبا عمر البطاريه بتاعها بيوصل معاك لحد 20 ساعه استخدام. هو رقم كبير مش هقدر اتكلم عليه كتير، ولكن لو انت فاكر الجي 522 كان البطاريه بتاعتها ممكن توصل معاك لحد 90 ساعه استخدام، ولو كنت مشغل الار جي بي فيها كانت بتوصل معاك لحدود تقريبا 45 او 40 ساعه. فانا كنت متوقع من السماعه دي بما ان هي ما فيهاش ار جي بي انها ممكن البطاريه بتاعتها تكفي لحدود 30 او 40 ساعه، ولكن لا يزال 20 ساعه يعتبر رقم كويس جدا. خلينا بقى نخش على اهم حاجه في تجربه السماعه هنا، الا وهي الصوت. وهنا عاوزك تركز معايا عشان هقول شويه كلام مهمين. اول حاجه هي الدرايفرز اللي موجوده في السماعات، وهي درايفرز عاديه ما فيهاش حاجه مميزه، والقطر بتاعها 40 مللي. الدرايفرز دي مع السماعه بتدي صوت مايل ان هو يبقى هيفي بيز بشكل ملحوظ شويه، وده مخلي صوت السماعه مأثر شويه على الترددات العاليه اللي هي الاصوات الرفيعه، ومأثر كمان شويه على الترددات المتوسطه بتاعه الفوكالز او الكلام بتاع الناس. بمعنى اصح الصوت تقدر تقول ان هو مش برايت. والغريب ان بروفايل الصوت بتاع السماعه ده هتلاقي ليه ميزه وعيب. الميزه هو ان بروفايل الصوت ده هتلاقيه ناعم اكتر على الود، فبالتالي ده هيخليك تقدر ان انت تستخدم السماعه دي لمده طويله من غير ما تحس ان الصوت بقى مضايقك. واعتقد ان لوجيتك قصده انها تعمل الساوند بروفايل ده علشان الناس اللي بتخش جيمنج سيشن كبيره قوي لمده 4-5 ساعات ما يزهقوش او ما يتضايقوش من الصوت بتاع السماعه مع الفترات الطويله. ولكن على الجانب الاخر الناس اللي هتستخدم السماعه دي في استخدامات تانية غير الجيمنج، زي انها مثلا ممكن تعمل اديت للفيديوهات او تسمع مزيكا او ايا كان، الناس دي مش هتحب الساوند بروفايل بتاع السماعه بشكل كبير، علشان المفروض يبقى مايل ان هو يبقى فلات اكتر علشان يلبي احتياجاتهم في سيناريوهات الاستخدام دي. ده كلام حلو. خلينا بقى نتكلم عن الحاجه المهمه برضو بالنسبه للناس الجيمرز، الا وهي الجوده بتاعه مايك السماعه. وعشان تتخيلوا المايك بتاع السماعه جودته عامله ازاي، فدي كده تجربه سريعه للمايك بتاع السماعه الصوت بتاعه عامل ازاي. انا في مكان ما فيهوش اي دوشه، المفروض ان انا صوتي يبقى واضح جدا، فدي كده تجربه سريعه ليه. بشكل عام السماعه دي عارفه انها تقدم قيمه كويسه مقابل السعر. عندك انواع اتصال مختلفه، عندك كمان تصميم ووزن بيخلوا السماعه مريحه جدا في الاستخدام، وكمان السماعه ما فيهاش جانب تضحيه كبير يخليك تبعد عنها. لكن الصراحه اكتر حاجه انا كان نفسي انها تكون موجوده في السماعه دي ان لوجيتك كانت تدعمها من خلال السوفت وير بتاعها الجي هاب. الكلام ده لو كان موجود في السماعه كنت هتقدر تعدل في الصوت بتاع المايك، وكمان تقدر تعدل في الايكولايزر بتاع السماعه نفسها، فكان هيخلي السماعه بتدي قيمه اكبر بكتير من اللي بتديها دلوقتي. ولكن برضو انا مش هقدر الومهم على الحته دي قوي، لان السماعه دي في الاول وفي الاخر هي سماعه اقتصاديه، ولكن انا كنت طمعان ان السماعه دي كانت تتقري من خلال السوفت وير بتاع لوجيتك جي هاب. واخيرا لو عاوز تشتري السماعه فخليك عارف ان السماعه دي بيجي عليها ضمان 2 استبدال ضد عيوب الصناعه، طالما ان انت مشتريها من الوكلاء الرسميين زي سيستم ماكس ونكست هاب، او مشتريها من الموزعين المعتمدين اللي هتلاقي التفاصيل بتاعتهم موجوده في وصف الفيديو. وعاوزك تاخد بالك كمان وانت بتشتري علشان في منتجات مزوره للوجيتك موجوده في السوق. المنتجات دي بتكون مش اصليه او بتكون احيانا منتجات اصليه ولكن داخله بشكل غير رسمي مصر، فبالتالي مش بيكون ساري عليها الضمان السنتين بتاع لوجيتك. تحاول تشتري من مكان موثوق ومعتمد عشان ما تجازفش وما تضحيش بموضوع الضمان. وبس كده، دي كانت كل حاجه عن اللوجيتك الجي 321. لو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات، وما تنساش لايك وكومنت وشير وسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب جدا. سلام.